لو عمرك ما عملتي سويس رول او عملتي سويس رول وما اتظبطش معاكي، النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعضينا سويس رول منتهى البساطه، من غير لا كيك ولا بيض ولا فرن ولا بسكوت ولا اي حاجه من اللي احنا بنعمل بيها الكيكات. بالعكس هنعمله بمقادير بسيطه جدا وكمان بطريقه سهله جدا، يعني ممكن اي بنت صغيره تقدر تعمله، لانه مش محتاج اي خبره ولا اي افتكاسات ولا اي وقت، لانه بيتعمل في اقل وقت. وزي ما انتوا شايفين السويس رول بتاعنا قمر ازاي، وطعمه بجد تحفه، والله طعمه تحفه، طعمه كانه جاتوه بالظبط. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب نص كوبايه من اللبن ونحط عليها معلقتين من السكر ونديهم تقليبه بسيطه كده بالمضرب. بعد كده هجيب معايا معلقه من الكاكاو الخام، ولازم نوع الكاكاو هنا يكون نوع محترم جدا عشان يديني نتيجه كويسه. بعد كده هنزل عليهم بثلاث معالق من الزيت، 3 معالق من الزيت، والزيت طبعا يكون زيت نقي معايا. المهم اضربهم مع بعضهم ضرب كويس لحد ما يدوني المزيج ده. بعد كده بقى هنيجي للسر بتاعنا في السويس رول، والسر حاجه بسيطه جدا، ان انا كل ما بعمل كيكايه او بيفيد عندي حته كيكايه بروح واخده الكسر منها او اللي فاضل منها وبروح شايلاه في كيس وبشيله في الفريزر لحد ما بحوش عندي شويه كيك. يعني لو عملت صينيه كيك وفاض منها حته، او عملتيها واتركنت في التلاجة حسيتي ان محدش عايز ياكلها، او حته فضلت حسيتي ان هي هتنشف، روحي لميهم في كيس كده او في علبه وحطيهم في الفريزر لحد ما تحوشي شويه حلوين كده، طلعيهم تعملي بيهم اي وصفه. وفي وصفات من الكيك ده كتير جدا، ممكن كمان نعمله الكيك البوبس، وطبعا كلنا عارفين الكيك البوبس. المهم بقى انا مسكت الكيك اللي معايا ورحت مقطعاه قطع، بس قطعته قطع تكون كبيره شويه عشان تبقى باينه معايا في السويس رول. ممكن بقى اروح ساقياه سيرب على طول، انا نسيت طبعا اسقيه سيرب في الاول، رحت سقيته بعد ما حطيت الصوص اللي معايا. مش مشكله، مش هتفرق كتير، بس هو السيرب هنا هيطري الكيكه معايا جدا، هيخليها ناعمه وطريه كانك لسه عامله سويس رول فعلا دلوقتي حالا. بعد كده قلبتها في صوص الشوكولاته اللي احنا لسه عاملينه، ورحت جايبه كيس فرده، كيس من بتوع التلاجة، رحت فرده كيس من بتوع التلاجة ورحت نازله عليه بالكيك اللي معانا رحت فرداه على الكيس. ويا سلام بقى كمان لو عندك حته كريمه، لو عندك حته كريمه تروحي فرداها فوق الكيك وتروحي لفه الكيك، يا سلام هتبقى حاجه بقى ايه، سويس رول سويس رول يعني. بس انا بقى للاسف ما كانش عندي كريمه في الوقت ده، فعشان كده لما هو كده هي الكريمه كانت هتزود له شكل جميل لما نيجي نقطعه. بس بصراحة هو طعمه جميل، مش محتاج كريمة ولا محتاج أي حاجة، هو على كده تحفة زي الجاتو بالظبط. وكمان عشان يبقى معانا سويس رول اقتصادي، يعني ما كلفناهوش كتير، هو مجرد الكيك المتبقي عندنا ولمينه شايلينه في الفريزر وطلعنا عملنا عليه معلقتين صوص شوكولاته، زياده عن كده ما عملناش حاجه خالص. المهم بعد كده مسكناه لفيناه زي ما انت شايفه كده، لفيناه لفه كويسه جدا، ورحنا في الفريزر قد ساعتين كده او ساعة ونص لحد ما يمسك نفسه شوية. وبعد كده راح طلع معانا، بعد ما طلع معانا السويس رول رحنا جايين بقى مقطعين، وهنتفرج بقى على الحلاوة والجمال والطعام، حاجة كده ايه، لوز اللوز على رأي الشيف هالة فهمي، تقولك حاجة كده لوز اللوز بصراحة بتطلع من بقها زي العسل. المهم هي الشيف هالة فهمي كلها زي العسل، وكل حاجتها طبعا جميلة زيها، ودايما بتفتح نفسنا بكلمة لوز اللوز. المهم بقى بعد ما طلعنا السويس رول بتاعنا الجميل اهون، رحت جايبه معلقتين من سكر البودره ورحت رشاهم عليه. وممكن كمان بلاش سكر بودره، ممكن نرش عليه كاكاو، بس كاكاو محلى، بلاش بقى الكاكاو الساده عشان ما يبقاش مر، او الكاكاو الخام عشان ما يبقاش مر. نرش عليه لو حابين كاكاو محلى، احنا بس بنرش عليه بودر من على الوش عشان ما يبقاش ملزق، عشان لو طفل مسكه ولا حاجه بايده ما يبقاش ملزق في ايديه، يبقى البودر طبعا مغطي اي تلزيق. لكن لو هتقدميه في الطبق ويتاكل بالشوكه كده يبقى مش محتاج انك ترش عليه اي بودر، احنا بنقول بس اي بودر علشان لو اي طفل مسكه وحب ياكل منه كده ما يبقاش ملزق في ايديه. وممكن كمان تحطيهوله في ورق كب كيك، حطيهوله في ورق كب كيك كده لو مش حابه ان انت تدهنيه اي بودر، او ممكن لو حب ياخده معاه في حضانه او في اي مكان، بدل ما يشتري كيكات من بره او يشتري بسكويتات من بره، هيبقى ده معاه حاجه جميله جدا وانت اللي عاملاها له في البيت. وكمان حاجه ما كلفتكيش اي حاجه، كلها حاجات من عندك من البيت، وكمان حاجات متبقيه كنا المفروض ان احنا نرميها، الحمد لله رب العالمين عملنا لهم بيها وصفه جديده وجميله ان شاء الله هتعجب الكل باذن الله. ويا سلام كمان لو بدعتي لهم فيها وحطيت لهم حته كريمه كده في النص او شويه مكسرات، هتبقى حاجه بقى اخر جمال بقى. شوفي انت لو عايزه تجيبي لهم كيكه من بره، شوفي الكيكه من بره بكام، انت عملت لهم كيكه في البيت سهله وبسيطه وجميله، وفي نفس الوقت ما كلفتكيش اي حاجه. عاوزه بقى اوريكم الكيكه بتاعتنا كده من قريب وتشوفوا شكلها وجمالها.
زي ما انتوا شايفين شكلها تحفة تحفة بجد، شكلها جميل جدا، غير طعمها اللي بجد بجد عمرك ما هتفرقيه عن الجاتوه، او فعلا هو هيبقى جاتوه. وهو بدل ما كنا هنرميها يا اختي، محدش بيرمي حاجة النهاردة. لو عجبتكم الوصفة بقى متنسوش اللايك والاشتراك.